بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في شوية جديدة من شوية أم شمس. كنتمنى تكونوا في أحسن حال نتوما كتشاهدوا لا فيديو اليوم إن شاء الله غنقترح لكم واحد الحليوات لا كريم اللي كتجي راقية وهكا. إلا بغيتوها يعني تصوبوها وتقدموها أو لا تهديوها لشي حد غالي عندكم، فكنتمنى إن شاء الله اليوم هاد لا فيديو هذا يعجبكم. دائما ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم. نمروا مباشرة على المكونات وطريقة التحضير. ففي اول مرحله كنحضروا الكريمه اللي هي اساسيه ولا هي لا باز ديال هاد الحليوه هادي. نصف لتر من الحليب كنوضعو في كاسرونه، كنضيف عليه 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات اولا سنيده اللي كيبقى السكر على حسب الذوق. كنضيف كذلك 3 المعالق كبار من الكريم باتيسير بودر، وكنضيفو كذلك معلقه كبيره ديال الكاكاو. انا حيت عندي هنا الكاكاو البني فما كيعطيش اللون مزيان، فكنضيف معاه ساشي ديال الكاكاو الاسود صافي. وكنخلط كلشي على هذا الشكل بارد في بارد، وكنعمل هذا الخليط فوق نار اللي كتكون متوسطه حتى المهيله مع تحريك مستمر حتى كيعقد الخليط وكيصبح على هذا الشكل هذا كما غتلاحظوا معايا. كيكون شاد في راسو بحال هكا. كنخلط مزيان باش كيزولوا دوك الحبيبات، وكنضيف عليه مباشره هو سخون 100 غرام ديال الشوكولاته. انا هنا استعملت خليط ما بين شوكولاته سوداء 73% مع شوكولاته بالحليب. نتوما يعني ممكن تعملوا غير الشوكولاته اللي 55% حتى هي راه مزيانه، او اي نوعيه ديال الشكلاط كتفضلوا ماشي اشكال. ضفنا كذلك نصف ملعقه كبيره ديال الزبده ممتازه. كنخلط كلشي وكنعمل هذا الخليط في الثلاجه حتى كيبرد مزيان. دائما كنغطيوه بلاستيك غذائي اللي كيكون كونتاكت ديريكت، يعني ما نخليوش الفراغ ما بين الكريمه وما بين البلاستيك باش ما يعملوناش واحد القشره. وكنخليوها تبرد جانبا. بالنسبه لا جينواز فراني عاملاها معكم يعني بزاف ديال الفيديوهات. جينواز اللي بدون محسن وكتجي خفيفه هشيشه ومقطنه كذلك رغم يعني البساطه ديال التحضير ديالها ومكوناتها، ويعني وكتعطي نتيجه من داك الشرفيع. اللي باقي ما جرباتش هاد لا جينواز هادي اولا مازال ما شافتش لا فيديو ديالها، غنحط لكم اكيد ان شاء الله لا فيديو اولا الرابط ديال الفيديو تحت هذا الفيديو هذا اولا في اول تعليق. فهانتوما شوفوا لا جينواز كي كتجي شحال خفيفه من داك الشرفع. فهذه كدوز يعني كي كنقولوا سرطان بلا مدغن. صافي انا كيما شفتوا معايا هاد لا جينواز قطعتها على شكل قلب، يعني على شكل الشكل اللي بغيتو. هاد القلب هذا الثاني فكانت خاصني فيه واحد زياده راني زدتها. وبالنسبه للسيرو باش غنسقيو الكيك ديالنا فخديت سيرو عادي، يعني كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء، ذويبرات ديال الحامض اولا دائره الحامض ولا البرتقال اللي كان متوفر. كيغليو 5 دقائق وكنطفيو عليهم. انا من بعد ما طفيت على هذا الخليط فضفت عليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان مع النكهه ديال الشوكولا، وخلطتهم مزيان وعملتهم في هذا الاناء في هذه القاروره هذه باش كيجيونا ساهلين فاش كنبغيو هكا نسقيو الكيك ديالنا. بالنسبه للكريمه فالكريمه اللي عملت معكم فكنخليها حتى كتبرد، وكناخذ 400 غرام ديال الكريمه سائله كنطلعها مزيان. الا عندكم حلوه فما كتضيفوا السكر، كانت مسوسه كتضيفوا السكر واحد 2 حتى 3 المعالق ديال السكر كلاصي. كتطلعوا الكريمه مزيان وكتضيفوا عليها بالتدريج هذيك الكريمه اللي صوبنا من بعد ما كطحنوها، يعني حتى كنطحنوا الكريمه باش كتولي ليس عاد كنبداو نضيفوها وحنا تنطلعوا الكريمه ديالنا. دائما كنخلي شويه من هاد الكريمه هادي اللي صوت معكم في الاول، كنخلي منها دائما شويه اللي كنعملو هكا على سطح الكيك. كما كتلاحظوا معايا عملت واحد البوده هكا في الجناب وصوبته كما كتلاحظوا معايا، طلعته مزيان هكا مع الجناب. وكنجيب هاد الكريمه هذه كما شفتوا كيفاش كتولي. هنا راه طحنتها باش ضفت منها في الكريمه السائله من بعد ما طلعناها، وكنعمل هكا حتى من الفوق. غادي نضيف كذلك واحد طبقه مقرمشه كتعملوا اللي بغيتو. هنا هذه فيها الفيتين، فيها الكنافه، فيها كل شيء محمر، وفيها اللوز، فيها قرقاع. وكنخلطو بالشوكولاته، كنخلط بالشوكولاته سوداء كلشي باش كيبقى مقرمش صافي. وكنضيفها على هذا الشكل هذا كطبقه مقرمشه، وغادي نغطي بالكريمه. هنا بغيت نهضر لكم شويه على هاد الكريمه هذه. فهنا عملت فيها انا 400 غرام، انه ممكن تمشيو حتى ل 500 غرام ديال الكريمه سائله يعني كتبقى على حسب الرغبه. هي راه باش ما كثرتوا الكريمه كتجي خفيفه، بغيتوها تجي هكا واقفه فبالنسبه لي كنعمل 400 غرام. وكنخلي يعني ما كنضيفش على هذاك الخليط كله ديال سيترة الحليب، كنخلي منه تقريبا واحد 4 حتى 5 المعالق كنخليهم هكا يعني في جانبا باش هكا كنزين بهم اولا كنعمر بهم حتى الحليوه من الداخل.
بغيتو تعملوا الكميه كامله ديال الكريمه، مثلا عندكم حليوه كبيره وبغيتو تعملوا الكميه كامله ديال الكريمه الاولانيه اللي فيها الكريم باتيسير، فغادي تعملوا من 500 حتى 600 غرام ديال الكريمه سائله، وكتجي واقفه. وكما كتشوفوا كتجي واحد الكريمه اللي غزاله ليس هانتوما كي كتشوفوا، وكتذوب في الفم، وكذلك ما كتعذبكمش في المونتاج. هنا من بعد ما صاوبت يعني السطح ديال الكريمه كنضيف الطبقه الثانيه ديال لاجينواز. شوفوا معايا لاجينواز كي كتجي راه كتخدموا بها كيف ما بغيتو، ما كتعذب ما والو، خفيفه فاش كتسقيوها. هنا كما كتشوفوا كنضغط مزيان مزيان باش ديك الكريمه تلصق ليا مع لاجينواز، ما بقاش الكيك ديالنا كيتحرك، لان هاد الحليوه هذه كنت مزروبه بها، يعني ما عنديش وقت فاش نخليها تبات او لا نخليها تنغد لي عاد نفينيها، يعني مباشره غادي نفينيوها، يعني خاصني نحيد هاد السيركل مباشره. هنا كما كتشوفوا معايا كنعاود نسقي الطبقه الفوقانيه، يعني هاد الكيك هذا سقيته صراحه مزيان بحال هاد الشكل هانتوما، لان الكيك اللي كنعملو يعني كيجي بغيتو تشربوه مزيان شربوه على حسب المطلوب منكم. صافي كنعاود نعمل واحد الطبقه هكا رقيقه من ديك الكريمه هانتوما. هاد الطبقه راه ما كتبانش، ولكن كتعطي واحد اللذه لهذيك الحلوه، شي حاجه غزاله. وصدقوني راه كتجي احسن ملي عملنا هكا شوكولاته الدهن، هادي كتجي بنينه بزاف وما كتجيش مفهومه. صافي هنا كما كتلاحظوا معايا غادي نحاول نطلع شويه هذاك هاد السيركل هذا اللي على شكل قلب، غادي نحاول نطلعو شويه. لان علاش عملته؟ حيت بغيت كما غتشوفوا معايا في المونتاج ديال هاد الحليوه، بغيت هذاك الحلوه ديالنا تجي طبقه ديال لاجينواز من التحت والطبقات الاخرين ما باينينش، يعني مخبيين بالكريمه. صافي هنا غندير طبقه اخرى ديال الكريمه على هذا الشكل هذا هانتوما، وغادي نصاوبها هكا من الفوق ونزول هاد السيركل هذا على هذا الشكل هانتوما. شوفوا كيفاش كتجي مفينيه، حيت عملنا ديك الطبقه ديال الكريمه اولا داك البودان اللي عملنا بالكريمه في الاول اللي طلعناه مع الجوانب هو اللي كيعطينا هاد الفينيسيون هادي، يعني كل ما عملناش راه بيبانوا الطبقات. صافي هنا كنحاول نزيد شويه ديال الكريمه وكنحاول نغطي بها العيوب كاملين على هاد الشكل هذا. كنحاولوا هكا غير بشويه بشويه هانتوما. وكما شفتوا هذا هو الشكل اللي بغينا، يعني بغينا هذاك الطبقه ديال لاجينواز من التحت تكون باينه، هي طبقه وحده، يعني كتبان بحال شي غاتو كلاصي، ولكن هي راها حلوه يعني ديال لا كريم فيها طبقات من الكريمه ومن لاجينواز. شوفوا معايا وشحال كتجي عاليه، راه من داك الشرفيع. صدقوني هذه راه واحد البنه كتجي فيها زوينه بداك الشوكولا، يعني واخا عملنا كريمه اللي عاديه وكذا، ولكن فاش كنضيفوا دوك الاضافات ديال الشوكولاته اللي كتكون ممتازه، شوكولاته حقيقيه، راه اكيد كتعطي بنه اكثر واكثر. صافي هنا شوفوا معايا الفينيسيون كيفاش دائما كنحاولوا نمسحوا هذاك لا سباتول الاداه باش كنبداو نفينيو، اكيد كنبداو نحيدو منها الكريمه وكنمسحوها باش كتعطينا فينيسيون مقاده وزوينه بحال هذا الشكل هذا. هنا كما قلت لكم بالنسبه للكريمه راه باش ما ضفتوا الكريمه السائله ولا طلعتوا لا شونتي كثيره، باش ما كتجي الكريمه على شكل موس، يعني كتجي خفيفه، وباش ما قللتوا الكريمه السائله او لا شونتي، باش ما كتعطيكم واحد الكريمه اللي كتكون عاقده وزوينه وكتجي لذيذه اكثر. هانتوما شوفوا معايا كيفاش جا الشكل ديالها بكل بساطه. هنا دخلتها للثلاجه، غير الثلاجه ماشي المجمد، حتى هكا بردات شي شويه. صافي مباشره بديت كنفيني فيها. بالنسبه لهاد لي غوزاس اللي كنعمل دابا فراه خديت نفس الكريمه، يعني الكريمه اللي عملنا دابا في وسط الكيك وكل شيء، وضفت عليها مازال معلقه من ديك الكريمه الاولانيه ديال ديال لا كريم باتيسير، باش عاوده تغلقت شويه في اللون ويجي اللون ديالها مختلف على اللون اللي كاين لداخل. بالنسبه للكلاصاج اللي من الفوق فدائما كنعملو معكم اللي هو ساهل وبسيط، اللي فيه 100 غرام ديال الشوكولاته اي نوعيه بغيتو. انا استعملت شوكولاته سوداء مع بالحليب، يعني مخلطه 100 غرام مع 80 غرام ديال الحليب. كنسخن 80 غرام ديال الحليب كنسخنها مزيان، كنضيف عليها الشوكولاته تحت وكنبقى نحرك حتى كتذوب وكنكلاصي بها من الفوق. للتزيين عملت كذلك الشكلاط كما شفتوا هنا، كناخذوا الشكلاط وكتزينوا به. هنا ذوبت الشكلاط ديالنا وحاولت نعمل به طبقه رقيقه فوق سطح العمل، وحاولت هكا ناخذ منه رقائق على هذا الشكل هذا.
في الاخير غادي نزينو بواحد الوريضه حمراء مع شويه ديال لي ماكارون. كتبوا يعني داكشي اللي مطلوب منا. وكنتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. ما بقينا نقول لكم كانت معكم ام شمس، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت اليه انيب.